لله الذي جعلنا من أمة الدعوة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأصحاب الفضيلة هيئة التحكيم الحكماء والأساتذة الكرماء والخطباء الأعزة رحماني الله وإياكم أجمعين. طيب، الإسلام دين الدعوة التي هي رسالة المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهي سبب خيرية هذه الأمة، أمة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكنا الآن في عصر ثورة التكنولوجيا المعلومات الذي قد فتح الله علينا فيه أبواب كل شيء، فنظرت وقرأت وسمعت الأمة كل معلومة من التطبيقات والموسوعات والمقالات وغير ذلك في الإنترنت بلا حد. ولذلك في هذه الفرصة الثمينة اسمحوا لي أن أطلق الخطبة القصيرة تحت الموضوع دورنا لنشر الدعوة الإسلامية على حسب هذا الزمان. فيا إخواني وأحبائي في الله، قال الله تعالى في سورة آل عمران آية 104: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وقال الإمام جلال الدين السيوطي في تفسيره: ومن بالطبع لأن ما ذكر فرض كفاية لا ينال كل الأمة ولا يليق بكل أحد كالجاهل. وقال الإمام أحمد الصافي في حاشيته: كالجاهل أي فلا يأمر ولا ينهى، لأنه ربما يأمر بمنكر وينهى عن معروف لعدم علمه لذلك. ونأخذ منه أن الدعوة بأمر المعروف ونهي المنكر محصور على أهلها، ومنه المعهد الإسلامي. فعلينا الطلاب من معهد الإسلام أن نساعد ونطور هذه الدعوة على حسب هداف زماننا الآن. فيا إخواني، فلا يغرنكم قول القائل أن نشر الدعوة الإسلامية محصور على من له ملكة في الغربة. لا، ما قال ذلك. لقد أوصانا حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ونفهم من هذا الحديث أننا من أمة الدعوة، وأن الداعي ليس اللقب للحبائب ولا للأساتذة، بل والله كلنا أجمعون من المساعدين والناشرين والداعين إلى الله. فيا إخواني وأصحاب الجنة، أكبر مصيبة اليوم أبعدتنا وأفسدتنا وضيعت أخلاقنا وإيماننا وعلاقتنا مع الله وسائل التواصل الاجتماعي لمن لم يعرف أن يستخدمها الاستخدام الصحيح. لماذا كذلك يا إخواني؟ لأنها 24 ساعة. أين يا إخوان؟ في الجيب. كلما تفرغنا فحلت كلية تلقائية لكن وأخرجنا هذه الجوال واشتغلنا مع غير الله وتركنا الله. أخذت أوقات
قليل قليل والله قليل هم الذين استخدموا الجوال الاستخدام الصحيح. ولذلك تجد الشباب اليوم كثير منهم تعود أين بسراسة، ليس خشوعا لله ولا تذللا، وإنما مشغول بغير الله. الآن الشباب ما عندهم وقت للقرآن، كلنا في جوالات، وضاعت الحياة وتقطعت العلاقة، ولهذا سموها وسائل التواصل، وأنا أقول وأسمي هذه وسائل التقاطع. فيا إخواني، فهذه وظيفتنا لندعوهم ونعانقهم لاستخدام الجوال الاستخدام الصحيح، ولا نقول لهم اتركوا الجوال، لا، لأن الذين يتركون الله يوفقهم. اللهم وفقنا بترك هذه المشغلات، امين امين يا ربنا. اما كيفيه الدعوه اليه؟ ننفذ ما سندعو في انفسنا اولا، كما قال بعضهم الدعوه بالحال قبل المقال. اذا اردنا ان ندعوهم باستخدام الجوال الاستخدام الصحيح، فعلينا ان نبرد هذا الصحيح، الاستخدام الصحيح، حتى لا يكونوا عندما ينظرون الينا كمثل نظر المراه، يعني مسويا معهم. فيا اخواني واحبائي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد هذه الخطوه ذكروهم أن استخدام الجوال كاستخدام قنبلة يدوية. كم يكون عندكم حضر، وكم يكون عندكم تنبه، وأنتم تقبضون قنبلة يدوية. ولا بد لنا يا إخواني أن نتعامل معها وكأنها قنبلة يدوية. في أي وقت ممكن ستنفجر. إذا صلحت الاستعمال صلحت عقيبته لمقاتلة أعداء الله، وإذا فسد الاستعمال فسدت أنفسهم وأخلاقهم وإيمانهم والعياذ بالله. ويا إخواني، ففي هذا المجال يلزم علينا أن نلعب دورنا في نشر الدعوة الإسلامية عبر التكنولوجيا المعلومات، لا سيما الجوال الذي في أيدينا، بإنشاء المواقع الإسلامية التي تقدم للإسلام الصحيح صورة سهلة وجذابة ومشروقة، ودرع المعلومات السلبيات والكاذبات، ورد الشبهات التي تطرح من قبل غير المسلمين أو الفرق الضالة، وتطوير اللغة والدعوة، ونشر الصحف الإسلامية. أفلا تذكرون يا إخواني قول الحبيب صديق بن شهاب: رصاصة واحدة تخترق رأسا واحدا، والكتابة النافعة تنقض آلافا بل ملايين رؤوسا. إذا لا نحل هذه المساحة فقد اندخل أثر السوء بدون الوعي. والحاصل قد اعترفنا بأننا من الداعين إلى الله، نعم، وعلينا أن نلعب دورنا لنشر الدعوة الإسلامية على حسب هذا الزمان عبر الإنترنت الذي في جوالنا، لتبليغ الدعوة الإسلامية إلى كافة أنحاء العالم بطريقة عديدة كما ذكرنا. لأن الإنترنت أقوى وسيلة إعلامية عالمية من حيث ذاتها، حتى تكون المعلومات صحيحة بعيدة عن الانحراف، بحيث تسوق إلى الحق وتدفع إلى الفلاح. وفي الخاتمة أدعوكم وإياي بأن نعد داعي الله ونمتثل بأوامره ونجتنب بنواهيه. ربما اكتفيت بهذا القدر
فالصواب من عند الله والخطأ مني. والله نسأل التوفيق والهداية والاستقامة، والله نستغفر على منكرة الأعمال والأخلاق. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.